هل انت مصاب بمتلازمة العقل السينمائي؟ علامات هقولها لك في حلقة النهاردة هتصدمك بشكل كبير جدا، هتخليك تفهم وتشوف انك بتعيش في فيلمك الخاص بتاعك انت لوحدك. تخيل معايا كده انك في نقاش قوي مع مديرك في الشغل، ومديرك عمال يتكلم في حاجات كتير جدا وانت عمال ترد عليه بحجة انك عايز تخرج من النقاش ده منتصر وانت اللي فايز بالنقاش ده، وتحاول تبين لمديرك في الشغل ان هو ما بيفهمش حاجة وانت اللي فاهم كل شيء. المشكلة الوحيدة انك بتكون قاعد في سريرك لحد الساعة 3 الفجر عمال تبص للسقف، ومديرك نايم في بيته عادي جدا، والنقاش ده اصلا ما حصلش بينك وبين مديرك ولكن حصل بينك وبين نفسك، وانت تخيلت النقاش ده ان بيحصل بينك وبين مديرك، بيحصل بينك وبين حد اذاك، بيحصل بينك وبين حد قال لك كلمة مثلا وانت ما ردتش عليه. اهلا وسهلا بيك في قناة جلسات نفسية. هنتكلم النهاردة عن اهم واخطر سلوك نفسي، وهو الاقترار الافكار او التخيلات الدفاعية، ولكن انا بحب دايما اسميها متلازمة العقل السينمائي. هل انت دايما بتحس كده انك بطل افلامك الخاصة؟ هل انت دايما كده بتحس وانت قاعد لوحدك ان في حديث داخلي بيدور بينك وبين نفسك، بتحاول تبين او بتحاول انك تشرح فكرة لحد والحاجة دي مش موجودة على ارض الواقع، بتحاول ترد على حد قال لك كلمة ضايقتك وانت اصلا معرفتش ترد عليه، فبترد بينك وبين نفسك وبتبدأ تتخيل ان في حوار بيدور بينك وبين الشخص ده كأنه حوار حقيقي فعلا. بتفضل بالساعات تتخيل انتصارات وهمية وبتتخيل حاجات كتير وهمية ما حصلتش اصلا. انت ممكن تكون بتقول لنفسك ان التخيلات او الحوارات دي كلها عادية جدا مفيش فيها حاجة، وممكن تكون واخد الموضوع ببساطة جدا، ولكن للأسف ده ممكن يكون علامة قوية جدا على نمط تفكير زايد خطير جدا، وللأسف الشديد بيضر دماغك بشكل كبير لأنه بيستنزف طاقتك النفسية وممكن يبعدك عن الواقع بشكل كبير ويسبب حالة من الاكتئاب وقلة ثقة بالنفس كمان. في الحلقة دي أنا هكشف لك عن 7 علامات مهمين جدا، لو لقيت ال7 علامات دول موجودين فيك اعرف ان عندك متلازمة العقل السينمائي. عايزك تبدأ تجيب ورقة وقلم وتكتب العلامات دي معايا، وقصاد كل علامة تلاقيها فيك عايزك تبدأ تحط قصادها علامة صح. العلامة الأولى بتخوض معارك كلامية ما حصلتش أصلا، يعني تقدر تقول كده كأنك بتتكلم مع حد قدامك وعمال تتناقش معاه وتقول كلام وده أصلا ما حصلش، وبعد شوية تلاقي دماغك ترجع تعيد في نفس السيناريو من جديد وترجع تزود على السيناريو ده برضه من جديد، وتفضل دماغك تقول لك كان المفروض تقول له كذا، كان المفروض تتصرف في كذا، كان المفروض تعمل كذا. تلاقي دماغك دايما بتبين لك هجوم من الشخص ده عليك، ان الشخص ده عايز يأذيك، ان الشخص ده مثلا بيكلمك بطريقة مش كويسة، طريقة الشخص ده في الكلام معاك طريقة مؤذية، الشخص ده بيضحك عليك، الشخص ده بيمثل عليك، وتلاقي دماغك وقتها على طول تبدأ تديك الردود اللي المفروض انت كان ترد على الشخص ده بيها او اللي المفروض كنت تقولها للشخص ده. المشكلة ان عقلك في الوقت ده بيشوف المعارك والحوارات اللي بتدور دي هي معارك حقيقية على ارض الواقع، وبيكون مؤمن ان فعلا ده حصل، فتلاقي دماغك في الوقت ده بتبدأ تفرز لك هرمونات القلق والتوتر طول الوقت من غير سبب. انت متوتر وقلقان ومزاجك وحش وحاسس ان مودك بيتغير بسهولة جدا من غير ما عملت اي حاجة، يعني تقدر تقول انت عمال تتعب نفسك وتتعب دماغك وتتعب جسمك في حاجة هي اصلا ما حصلتش. العلامة التانية بتفصل عن الواقع قدام الناس اللي موجودين معاك. انت بتلاقي نفسك بتفصل عن الواقع لما تكون موجود مع الناس اللي انت قاعد معاهم، قاعد مع اصحابك، قاعد مع اهلك، قاعد مع حد انت بتحبه، ايا كان الناس اللي انت قاعد معاهم دول هم بيتكلموا في موضوع وهم بيتكلموا في حاجة على ارض الواقع، وانت اصلا غصب عنك بتلاقي نفسك عايش في عالم تاني، عالم سينمائي فيه ردود افعال وفيه كلام مش موجود على ارض الواقع وفيه تخيلات مش موجودة على ارض الواقع. تلاقي مثلا موقف كان حصل معاك من حوالي ساعة، من ساعتين، من 3 ساعات، من اول اليوم وانت قاعد مع الناس دي، تلاقي نفسك عمال تعيد وتزيد في نفس الموقف، عمال تعيد وتزيد كان المفروض ارد اقول كذا، كان المفروض اعمل كذا، كان المفروض اتصرف في كذا. او واحد صاحبك مثلا من اللي قاعدين معاك في القعدة قال لك كلمة مش كويسة ما يقصدش، او سواء الشخص ده يقصد بس انت ما ردتش او ما ردتش الرد المناسب، فتلاقي دماغك في الوقت ده تبدأ تعيد وتزيد في نفس الموقف. هم بيتكلموا في حاجة معينة وانت سرحت بينك وبين نفسك وعمال بقى تخطط المفروض كنت ترد تقول ايه، المفروض هتحرج الشخص ده ازاي، المفروض توجع الشخص ده ازاي زي ما وجعك. انت موجود بجسمك معاهم لكن دماغك وعقلك في حتة تانية خالص، والاسلوب ده بيخليك طول الوقت تفصل عن اللحظات الجميلة اللي المفروض انت بتعيشها. عايش مع شخص موجود في حياتك او خارج مع شريك حياتك وعايش اجمل وقت وحاجات كتير جدا ايجابية، وفجأة تلاقي دماغك وانت موجود معاه فصلت ومودك اتغير وحاسس بهجمات وحاسس بردود وحاسس بحديث داخلي بيقتلك من جواك مش
بس كده، ده ساعات وانت نايم كمان دماغك لسه صاحية وعمالة تتكلم كتير جدا وانت مش قادر ترتاح في نومك. العلامة الثالثة بتعيد صياغة حواراتكم القديمة. انت بتلاقي نفسك عمال تعيد صياغة حواراتك القديمة باستمرار. موقف مثلا حصل من سنين كتيرة جدا، تلاقي نفسك عمال تفكر في الموقف ده وعمال تعيد وتزيد في الموقف ده، فتلاقي دماغك نفسيا في الوقت ده بتبدأ تديك ردود وبتبدأ تحاول انها تحسن من شخصيتك للأحسن. يعني مثلا مواقف كتير جدا انت مريت بيها زمان، والمواقف دي ما كنتش انت احسن حاجة في المواقف دي، او مثلا ردودك ما كانتش احسن حاجة، فتلاقي نفسيا دماغك عمالة تعيد في صياغة المواقف اللي حصلت دي من جديد، وطول الوقت بالرغم من انها من سنين، فتبدأ كل مرة تفتح او تعيد صياغة الموضوع ده تديك رد اقوى، وتديك مثلا شخصية ذكية جدا، تديك مثلا رد فعل سريعة جدا، تخليك تتخيل بتنقذ حد، تخليك تتخيل مثلا انك انت مثلا بترد على الشخص ده بطريقة كويسة، بتضرب الشخص ده ازاي، اخدت بطولة مثلا في حاجة معينة وانت عمرك ما كنت شاطر في البطولة دي مثلا. ده علميا احنا بنسميه في علم النفس اقترار الماضي، ودي بتكون محاولة من عقلك ان بيحاول يصلح حاجة هي اصلا مش موجودة او ما ينفعش انها تتصلح خلاص. وانت للأسف مش بتحاول انك تتعلم من الماضي، ولكن طول الوقت بتحاول انك تعيش جوه الماضي، طول الوقت بتحاول انك تحلل في الماضي او تفضل تسجن نفسك داخل الماضي ده، وده اخطر حاجة هتأذيك نفسيا وتخليك لا عارف تعيش حياتك الرومانسية او العاطفية صح، ولا عارف كمان انك تنجح في حياتك بشكل ايجابي. العلامة الرابعة بتجهز لردود ذكية في مواقف هتحصل في المستقبل لسه، زي مثلا تبدأ تقول لنفسك انا بكرة هقابل فلان، هرد اقول له ايه، هتصرف معاه ازاي، هعمل ايه، كلامي معاه وطريقة كلامي معاه هتكون عاملة ازاي. لو الاستعداد اللي انا بقولك عليه ده طبيعي جواك ولمدة قصيرة فده عادي جدا، لكن لما يتحول جواك لسيناريوهات كتير جدا عمالة داخلة في بعضها ومعقدة جدا، ده اللي مش طبيعي. لكن لما يتحول جواك لسيناريوهات معقدة عمالة تعيد وتزيد في دماغك طول الوقت، وانت حاسس ان الاسلوب ده بيستنزفك نفسيا وبيستنزف طاقتك وبيغير مودك ومخليك مش قادر تخرج بره الدايرة دي، وعمال تعيد وتزيد في حاجة هي اصلا مش هتحصل، ده مش طبيعي وده خطر جدا. العلامة رقم 5 بتنتصر في نقاشاتك داخل دماغك فقط. العلامة دي للأسف بتكون اخطر واحدة فيهم، وده بيحصل لانك على ارض الواقع ما بتعرفش تنتصر في نقاشاتك مع اي حد موجود قدامك، او حاسس دايما انك لما بتدخل في نقاش مع حد ردودك دايما ضعيفة، صوتك واطي، حاسس انك مش واثق من نفسك، حاسس انك بتكون مهزوز. ولكن انت بتشوف بينك وبين نفسك قوي جدا، بتنتصر في النقاشات دي، بتبدأ تعيد صياغة النقاش اللي حصل بينك وبين الشخص ده، فتحس انك بترد ردود احسن، بتحس ان شخصيتك اقوى، بتحس انك بتتكلم بطريقة افضل. المشكلة الحقيقية ان الانتصار الوهمي اللي انا بقولك عليه ده بيسرق منك المحفز اللي هيساعدك اصلا انك تحاول تطور من نفسك في ردودك مع الناس اللي موجودين حواليك، تحاول تطور من نفسك في ردودك مع مديرك، تحاول تطور من نفسك في ردودك مثلا مع اصحابك، في ردودك مع الناس اللي بتتعامل معاك كل يوم. انت بتشوف نفسك دايما بينك وبين نفسك عبقري زمانك في النقاش، ولكن على ارض الواقع للاسف الشديد انت بتشوف نفسك دايما مهزوز، وبتشوف نفسك دايما بتخسر اي نقاش، وبتشوف نفسك دايما ما عندكش الاستعداد الكامل انك تدخل في نقاش مع اي حد علشان الشخص ده ما يكتشفش شخصيتك او ما يشوفكش مثلا شخص مهزوز. العلامة رقم 6 بتبني سيناريوهات كتير جدا وهمية قبل ما تنام. سريرك وغرفتك بالنسبة لك هم عبارة عن هوليود، بتبني فيهم نقاشات كتير حصلت بينك وبين الناس على مدار اليوم، بتبني فيهم افلام وبتبني فيهم سيناريوهات ما حصلتش اصلا ومش هتحصل على ارض الواقع. مجرد ما تحط راسك على المخدة بتبدأ تتخيل حاجات كتير جدا ممكن تكون انت محتاجها، مثلا تبدأ تعيد وتزيد وتفكر بشكل كبير جدا في حاجات حصلت معاك، في شخص مثلا بيتجاهلك، بتفكر كتير جدا في حاجة انت نفسك تنجح فيها، او بتفكر كتير جدا في المشاكل اللي بتحصل لك، او بتفكر في المشاكل اللي انت بتخاف منها. وللأسف الشديد السيناريوهات اللي انا بكلمك عنها دي بتخلي دماغك ما تنامش كويس، وتخليك دايما عندك أرق طول الوقت، وتحس ان جسمك نايم بس دماغك صاحي، ودماغك طول الوقت عمال يعيد ويزيد في سيناريوهات اصلا مخلياك بتقوم من النوم حاسس انك ما نمتش خالص، وحاسس انك مكتئب او حزين، او حاسس ان مودك مش كويس. العلامة رقم 7 بتحرك شفتك بصمت من غير ما بتتكلم مع حد، انت قاعد بينك وبين نفسك لكن شفتك
شفتك عمالة بتتحرك. الاسلوب ده بيحصل معاك لما تكون انت نفسيا غرقان في التفكير، تلاقي دايما جسمك بيتفاعل مع التفكير طول الوقت باستمرار، تلاقي شفتك عمالة بتتحرك بسبب شدة التفكير اللي انت فيها. وساعات نفسيا تلاقي نفسك بتفكر بصوت عالي، يعني شفتك بتتحرك وبتقول كلام بصوت عالي، ممكن اللي قاعد جنبك يسمع الدندنة اللي بينك وبين نفسك. ده يبين ان حالة التفكير اللي عشتها تخطت عقلك اللاواعي، وبدأ التفكير ده يتحكم في جسمك الواعي. يعني تقدر تقول كده عقلك ما بقاش قادر يفرق ما بين الواقع والخيال، وجسمك بدأ يتفاعل مع كل ده. لو انت حصل معاك او لقيت فيك 3 علامات من ال7 علامات اللي قلت لك عليهم دول، اعرف انك بتعيش في متلازمة العقل السينمائي. ما تقلقش، ده مش مرض نفسي بالمعنى المتعارف عليه، ولكن للأسف الشديد دي عادة بتكون عقلك اتعود على التفكير الزيادة. عقلك انت عودته على انه طول الوقت يحلل افكار كتير جدا، وسبت نفسك ان عقلك يفضل يحلل في الافكار دي، فنفسيا عقلك ما بقاش قادر يعيش على ارض الواقع. طيب انا عايزك تتخيل معايا انك تقدر نفسيا تحول سيناريوهاتك اللي بتدور في دماغك دي كلها بينك وبين نفسك لسلاح قوي جدا انت تقدر تستخدمه في حياتك. تخيل معايا ان السلوك اللي انت بتستخدمه في تخيلاتك الوهمية دي انت بتستخدمه سلاح على ارض الواقع، انك تقدر تكون قوي فعلا في نقاش بينك وبين حد معين، انك تقدر تكون مثلا واثق من نفسك جدا، انك تقدر تكون فعلا قادر تنجح في حياتك، ان يكون عندك المهارة ويكون عندك المرونة فعلا انك تقدر ترد على اي حد وتقدر تاخد حقك من اي حد. في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هعلمك ازاي تقدر تستخدم مرحلة او تقدر تستخدم نمط او سلوك الاقترار الذكي بشكل كبير جدا. بس المهم اكتب لي في الكومنتات انك عايز الحلقة دي، وهعلمك انك تقدر بكل بساطة تحول الطاقة الوهمية الكبيرة قوي اللي موجودة جواك دي لقدرة كبيرة جدا في التأثير على الناس اللي موجودين حواليك. هتقدر تتعلم ازاي ترد في الوقت المناسب، وازاي تقدر تنتصر في نقاشاتك الحقيقية بدون ما تضيع اي فرصة من ايدك. عرفني بس في الكومنتات وشاركنا تجربتك في الكومنتات. ربنا يسعدكم. ما تنساش لو عجبك الفيديو وشايف ان الفيديو ده ممكن يفيد حد انت تعرفه بيعيش في افلام وسيناريوهات وهمية والشخص ده مش واخد باله، شارك معاه الحلقة دي. اشوفكم الحلقة الجاية، ودايما في صحة نفسية سليمة وصحة نفسية سعيدة يا رب ان شاء الله.